لما بلاقي نفسي ان انا مقصره في حاجه، بعرف ان المشكله مش في الحاجه دي، المشكله فيا انا او في الطريقه اللي انا بتبعها عشان اوصل للحاجه دي، سواء كنت بذاكر حاجه او بعمل اي حاجه في حياتي. انا ما كنتش عارفه الموضوع ده عن نفسي من زمان، ولكن انا اكتشفته مرور الوقت والواحد قعد مع نفسه. فقعدتي مع نفسي بتخليني اوصل لحاجات معينه بتخليني الحمد لله اتقدم في حياتي. فمن ضمن القعدات اللي انا قعدتها مع نفسي هي قعده الالماني. لان طبعا انا مجبره ان انا اذاكر الماني عشان اعرف اجدد وعشان اعرف اكمل في البلد، عشان اعرف اتعامل اصلا مع الناس. لما لقيت نفسي ان انا مقصره في اللغه، لان بقالي كتير جدا مقصره فيها، فقعدت مع نفسي قعده وقعدت اتناقش. فوصلت لخطه، او مش وصلت لخطه، انا لقيت نفسي بعد ما قعدت اتكلم بصوت عالي عن المشاكل اللي انا بواجهها، لقيت نفسي اتوصلت للحل بتاعي اللي يخليني اقدر ان انا استمر في اللغة، ويجيلي الحماس ان انا اذاكرها واستوعب اللغة نفسها. فكنت حابة اسألكم ايه الطرق اللي انتوا بتتبعوها في دراسة اللغة الألمانية او في دراسة اي لغة تانية عموما يعني. وخلينا نشارك التجارب بتاعتنا، وان شاء الله هنزل تجربتي اللي انا بدأتها من فترة بسيطة في ازاي ان انا اذاكر الماني. باي باي.